الانتقام. يعني البنت هي لما راحت تنتقم، البنت لما راحت تنتقم لبنتها، هو ليه؟ يعني خلينا بس كده ايه، نبقى واقفين عند نقطه. هنفترض انه ده خط بتاع العلاقه، وانت انت في علاقه مع حد، ابتدت الصحوبيه تزداد 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 لغايه ما بقت فوق. خلاص بقينا اصحاب جدا جدا. بعد كده الراجل عمل معاك حاجه ولا البنت عملت معاك حاجه، فابتدت العلاقه دي تقل 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 تقل. طب خلاص، انتهت العلاقه، ارجعي بقى صفريه. واحنا ليه ننزل تحت ونتحول لكره؟ طب ما انا لما انزل تحت واتحول لكره، ماشي، هبتدي افكر في ايه؟ في الباي باك، هبتدي افكر في الانتقام. طب ما يبقى كده ايه؟ يبقى كلنا تحولنا. طب ما كل واحد فينا هيتعرض لمواقف خذلان من الناس. هل معناه ان انا ادخل في مرحله الانتقام؟ لما ادخل في مرحله الانتقام بقى، يبقى احنا كلنا وحشين، يبقى كلنا عندنا مشاكل، يبقى كلنا هنتعاقب. انا اخري، ديني بيقول لي كده، اخلاقي بتقول لي كده، انا اخري اقف عند مرحله صفر. يا عم انا مش عايز اعرفك ولا تعرفني، اما انتقم منك ليه يعني؟ يعني هستفيد ايه؟